السالمي قال يا داني البلا والمشاكل ظليت يا الحر والعابد ارتقى بالحقارة. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه القصيدة الشعرية من الشاعر اليمني أبو خالد وليد السالمي، وهي موجهة لشيخ قبائل السوالمة في لبنان الشيخ أحمد أبو طارق المرعي، وأقول فيها: باسمك الله يا رحمن خالق وجاعل الكون في تحت أمرك كل شي في مداره. السالمي قال يا داني البلا والمشاكل ظليت يا الحر والعابد ارتقى بالحقارة. تنفقين الحرم وتشجعي كل قاتل منهم أصبحت أرض اليمن في دماره. بالأمس قد كنت أضحك صرت أنا اليوم زاعل، ذي كان حالي ما ذاقه صار أكثر مراره. ودام ربي معي وحده وللخلق كافل، ما خاف من شيء مهما طال فينا حصاره. والآن يا هاجسي أكتب لسيد المراجل الشيخ أبو طارق المرعي بأجمل عبارة. من أرض تبع وبلقيس أرض كل القبايل، من اليمن موطن الإيمان وأرض الحضارة. باسمي وباسم السوالم للرجال البواسل، في أرض لبنان ذي فيها الأسود والنمارة. عنهم الشيخ أحمد شيخ وافي وكامل، كريم طبعه وفعل الخير دايم شعاره. قلبه حنون لليتامى والنساء الأرامل، الكل به يفتخر من شيمته وافتخاره. رجال أشمي وشاجع دايم حياته مناضل، يستقبل الضيف أيام كان مفتوح داره. الصدق والعز طبعه والوفاء والجمايل، بالحق يمشي طريقه ما تغير مساره. شاع صيته على أرض الخليج وأرض بابل وأرض اليمن والجزيرة كلها باشتهاره. مثل الجبل هامته شامخ بحبه وشامل، رفيع قدره وله بالعزة أعلى مناره. الشيخ أحمد كبير القوم ما له مماثل، يا ليت والله من زاره ويقعد جواره. يا سلامي لكم يوصل مع طير زاجل، بالحب والاحترام منا وجب في قراره. يا شيخ قد صار حبك في الشرايين داخل، أساس حبك بنيته وسط قلبي عماره. نبقى على العهد دوما والوفاء بالتواصل، يا صاحب الجود والمعروف وأهل الجدارة. كلمتك عند ربعك مثل صوت الجرامل، دليل أنك ذهب غالي وزايد عياره. احنا على دربكم هذا من اليوم واصل، معاك يا شيخ أحمد تحت رهن الإشارة. وبالأخير ختم الأبيات من دون فاصل على محمد رسول الله مولى الطهارة.
سلامتكم.